كل ما تبدأ في حاجة لازم تُقف، يعني مثلًا تبدأ تعمل جدول تروح واقف على طول، أو مثلًا تعمل رياضة تمشي عليها شوية وتروح مبطّل. ليه كده بقى؟ أنا هاقول لك. أهلًا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. غيّرت المكان في أول الفيديو بس حاسس هنا أحلى، أعتقد أحلى كده صح. ندخل في الموضوع بتاعنا، وأول حاجة هنبدأ بيها المشكلة في الموضوع ده في إيه؟ يعني إيه المشكلة اللي بتخلّينا كل ما نبدأ في حاجة نُقف على طول ومش عارفين نكمّل في حاجة إحنا عايزين نبدأها؟ المشكلة دلوقتي مش في المعلومات ولا الأدوات كمان، لأن دلوقتي إحنا عندنا كم معلومات وأدوات يخلّينا لو إحنا جيش، لو ده جيش إحنا نغزو العالم بيه. يعني مثلًا أنت عايز ترفيه، تقدر تترفه وتتفرج على أفلام، تتفرج على مسلسلات، تتفرج على أي حاجة أنت عايزها وأنت قاعد في بيتك، مش لازم تفتح تلفزيون ولا أي حاجة. عايز أكل، بضغطة زرار تطلب الأكل اللي ييجي في مزاجك وأنت نايم على السرير. عايز والتواصل، تقدر تكلم حد في الصين وأنت قاعد في بيتك عادي. يعني السهولة، إحنا اتعودنا على السهولة، كل حاجة بتيجي لك وأنت قاعد مكانك، ما فيش حاجة محتاجة تعب، ولكن النجاح محتاج إن أنت تتعب وتقعد تسعى وتتعب وعشان توصل للحاجة اللي أنت عايزها. يعني ما ينفعش تقول مثلًا أنا عايز أعمل عضلات، تروح قايم نازل الgym، تروح لاعب عدّتين مثلًا ضغط، تروح قايم لاقي نفسك عندك عضلات. ما فيش حاجة اسمها كده، لازم تقعد مثلًا شهر، شهرين تلعب في الgym لحد ما تلاقي مثلًا تطوّر بسيط في العضلات. لكن مش هتلاقي نفسك في يوم وليلة بقيت عندك عضلات. لأن ده هو النجاح، إن النجاح إن أنت تفضل تسعى وتشتغل على نفسك لحد ما هتوصل في الآخر، لكن مش تقعد في يوم وليلة تقول أنا عايز أوصل للنجاح ده في يوم وليلة. ده اللي بيخلّينا ما نبدأش بقى، اللي هو إن إحنا لازم نقعد وقت طويل. أصلًا عقلنا بيخلّيك تُقف لإنه شاف نَفْسك أنت قعدت أسبوع مثلًا في الgym، خلاص أنت ما وصلتش لحاجة، إيه اللي مقعّدك؟ دي خسارة، خلّينا نروح بقى نلعب والّا نعمل أي حاجة بتتعمل بسرعة ونكسب بسرعة. يعني مثلًا لو رُحت لعبت ماتش على التليفون هتلاقي نَفْسك كسبت على طول، لكن تقعد gym أسبوع مش عارف ما طلّعتش عضلات، إيه ده؟ خلّينا نروح نلعب أحسن ونكسب على طول. ده اللي عقلك بيخلّيك تعمله، لإنه بيعتبر إنّك ما وصلتش لحاجة في أسبوع مثلًا، دي تعتبر خسارة. وكمان في مشكلة تانية وهي كثرة الاختيارات والمصادر، لأن دلوقتي في خيارات كتير ومصادر كتير. فمثلا أنت عايز تبدأ في كورس، تقعد تختار بقى الكورس ده أحسن ولا الكورس ده ولا الكورس ده، فعقلك هيقول لك أنت يا عم هتقعد تختار، لا خلاص خلينا في الحاجة اللي هي قدامنا، يعني نلعب ولا نعمل حاجة، مش لازم نقعد نختار بقى وهندور ومعرفش إيه. ومثلا أنت عايز تبدأ تشتغل وتجيب فلوس، بتروح بقى تدور على اليوتيوب أسهل وأحسن طريقة وأسرع طريقة تجيب بيها فلوس بسرعة، لأن عقلك عايز يكسب في السريع، مش عايز اللي هو يقعد يشتغل ويتعب كتير. وده قلنا في اول الفيديو إن هو عقلك اصلا مش عايز يشتغل ويتعب ويقعد وقت طويل. فلما تلاقي بقى فلوس تقعد شهرين، في شهرين ايه يعني مش هتقدر تجيب فلوس في شهرين وتبقى غني يعني. لازم تقعد سنة سنتين على بال ما تجيب فلوس وتبقى توصل للحاجة اللي انت عايز توصل لها. فعقلك مش قادر يستنى الوقت ده كله بقى، فيقول لك روح اعمل اي حاجة تانية سهلة تخليك تكسب بسرعة. ده بقى بيستهلك طاقتك الذهنية وبيخليك مثلا لو انت عايز تبدأ، عقلك بيقول لك انت مش هتبدأ النهاردة، احنا مش قادرين نبدأ، هيقول لك ابدأ بكرة. وهتبقى بكرة يجيب بعده وبعده يجيب بعده وممكن ما تبدأش خالص. وكمان في مشكلة تانية هي انك بتشوف نهايات الناس اللي على السوشيال ميديا، يعني نهاياتهم بعد ما وصلوا للنجاح بتاعهم انت بتشوف بقى في الوقت ده، لكن ما بتشوفش بقى تعبهم وسعيهم الأول عشان يوصلوا لكده. فبتقعد تقارن نفسك بقى وتقول ده انا متأخر، ده انا معرفش ايه، ولو بدأت شكلي هيبقى وحش مقارنة بيهم، مع انهم اصلا في يوم من الايام كانوا زيك. اكيد ما وصلوش للنجاح اللي هم فيه دلوقتي ده في يوم وليلة، اكيد تعبوا وسعوا وسهروا شهور واسابيع ويمكن سنين. فاكيد ما وصلوش للنجاح ده بسرعة. فلازم تقول لنفسك كده وما تقارنش نفسك بيهم. يعني انت هتقارن نفسك بحد ناجح اصلا، انما مش مقارنة عادلة. المفروض الشخص الوحيد اللي تقارن نفسك بيه هو نفسك امبارح. انا النهارده اتحسنت ايه عن نفسي امبارح، يعني امبارح انا كنت عامل ازاي والنهارده اتحسنت بقيت احسن في ايه، وهكذا. لكن لو فضلت تقارن نفسك كده انت مش حاجه، مش مقارنه عادله يعني. إيه يا ترى بقى اللي بيخلّينا دايمًا لمّا نبدأ في حاجة نُقف؟ لإننا أول سبب إحنا عايزين البداية تكون إيه، تكون مثالية وperfect. لو ما كانتش مثالية بتلاقي نفْسك وقفت ومش عايز تكمّل. البداية ما كانتش مثالية، يعني أنا بدأت والحاجة ما طلعتش حلوة أوي، وده مش ده اللي أنت عايزه. أنت عايز البداية تطلع إيه، perfect، تطلع أحسن حاجة ممكن تطلّعها. لكن ده مش هيحصل. ما يعني أنت بدأت في حاجة مثلًا، أنت بدأت مونتاج، أول مرّة تبدأ مونتاج في حياتك مثلًا، أكيد مش هتطلّع فيديو مثلًا زي الأفلام والمسلسلات، لإنك لسه بادئ أول مرّة. فأنت لمّا تلاقي كده بقى تقول إيه ده، أنا مش عارف أطلّع فيديو كويس، يبقى مش هاعرف أتعلّم، مش لازم أتعلّم المهارة دي. حتى ده بيحصل فعلًا. يعني أنت مثلًا أنت عايز تتعلّم مهارة، بدأت في المونتاج مثلًا، لقيت نفْسك مش عارف
بدأت في الأول بدأت تبدأ مش عارف تشتغل في المونتاج ده، مش عارف من أول فيديو وده طبيعي. أنت تلاقي نفسك بقى تقول لنفسك تعالَ جرّب مهارة تانية، تخش في البرمجة تلاقي برضه مش عارف تشتغل فيها كويس، تروح داخل في مهارة تانية، لكن المفروض كل مهارة تدّيها حقها وتشوف إن إيه اللي أنت لقيت نفسك فيه، لكن هتفضل تبدِّل بين المهارات، أنت مش تثبت على مهارة خالص كده. وكمان لو أنت ما عندكش نظام أو system بتمشي عليه وماشي مثلًا بالشغف، لإن الشغف ده طاقة مش دايمة، طاقة يعني مثلًا أنت اتفرّجت على فيديو حفّزك وقعد يقول لك لازم تبدأ ولازم ما أعرفش إيه، اتحفّزت وبدأت وقعدت كام يوم ولقيت نَفْسك وقفت، لإنّك ما عملتش نظام، ما عملتش مثلًا to do list أنت عايز تعمل كذا، كذا كل يوم، عايز كذا، عايز تبدأ في كذا، عايز تبدأ في كذا، عايز تبدأ في كذا، إيه العادات اللي أنت عايز تتعلّمها، والنقطة دي أكّد عليها كتاب العادات الذرية، والنقطة دي مهمة قد إن هو عمل لها فصل كامل اسمه انسى الأهداف وخلّيك في النظام، اعمل نظام. ده باللغة العامية طبعًا مش باللغة اللي كتبها الكتاب، بس أنا باقولها لك باللغة العامية اللي هو أخففها لك شوية يعني. دايمًا لمّا بنبدأ في كل حاجة بنكون بادئين بحماس 200%، فبنعمل حاجات فوق طاقتنا جدًا مش إحنا أصلًا في الأيام العادية مش بنقدر نعملها، فبتلاقي نفسك مثلًا أنت عملت النهارده قعدت عملت 20 حاجة، 20 حاجة وأنت قاعد وما وقفتش على رجلك وفضلت قاعد بتعمل في ال20 حاجة دول، فتاني يوم هتلاقي نفسك مش قادر، لإنك عملت الحاجات دي فوق طاقتك وأول مرة تعملها، ف فده اللي بيخلّيك تُقف لإنك جالك burnout احتراق نفسي يعني. طب إيه الحل؟ أنا هاقول لك، عشان تكسر الدايرة المفرغة بتاعة البداية والوقوف، أنت مش محتاج قوة إرادة، لإن دي طاقة بتخلص، إن أنت عندك قوة إرادة دي طاقة بتخلص، لكن أنت محتاج تصمم نظام يخلّي النجاح أو الاستمرار أحسن من الوقوف أو أسهل يعني. أنا هاقول لك إزاي، أكبر عدو للبداية هو حجم المهمة في مخّك، إن المهمة كبيرة في مخّك، إنك لازم بقى تفضل تصغّر المهمة لحد ما تبقى إيه، حاجة صغيّرة ما تقدرش ترفضها أصلًا، يعني برضه النقطة دي أكد عليها كتاب العادات الذرية، أصلًا هو اسمه العادات الذرية، العادات الذرية يعني عادات أنت بتبدأ تصغّرها وتخلّيها عادات ذرية صغيّرة عشان تقدر تثبت عليها وتمشي عليها. يعني هادّيك مثال مثلًا، بدل ما تقول أنا هاقرا كتاب كامل في يوم واحد، ده هدف كبير وهتأجله، مش هتعرف تقرا كتاب كامل في يوم واحد، لكن مثلًا ممكن تقول أنا هاقرا صفحة واحدة كل يوم، ده هدف صغير وعقلك عمره ما هيخلّيك تفشل فيه، لإن الهدف مش النجاح الضخم لأ، الهدف هو إنك تعدّي مرحلة المقاومة النفسية، إنك بتقاوم الهدف يعني إن أنت عايز الأهداف بتخلّيك تركّز في النتيجة البعيدة، لكن النظام بيخلّيك تركّز في النهارده، يعني لو ركّزت في النتيجة البعيدة هتلاقي الوقت فاضل وقت طويل، فهتحس إنك مُحبَط، يعني فاضل وقت طويل أوي ولسه قدّامي كتير أوي على بال ما أوصل للحاجة اللي أنا عايز أوصل لها، لكن النظام أنت مركّز النهارده أنا قدّامي 3 مهام لو خلصتهم أنا كده أنجزت هدفي النهارده، فهتحس بالإنجاز في آخر اليوم، مش هتحس إنك متخاذل وما وصلتش لهدفك لسه. إزاي بقى تبني النظام؟ أنا هاقول لك، لازم تستخدم مصفوفة أيزنهاور، دي شرحناها قبل كده في فيديو على القناة، شرحناها بالتفصيل بس أنا هالخصها لك دلوقتي بشكل كويس تقدر تشوفها دلوقتي أو ترجع للفيديو لو أنت عايز. المصفوفة دي بتتكون من 4 بلوكات للوقت، هام وغير عاجل، هام وعاجل، غير هام وغير عاجل، غير هام عاجل. ده ال4 بلوكات دول أنت بقى لازم تركّز على مهمة واحدة بس في يومك تكون غير عاجل وهام، اللي هو تكون هامة بس غير عاجلة، زي تطوير مهارة أو مثلًا إيه، مشروع خاص قبل ما المهام التافهة تسرق يومك. تاني أهم حاجة في إنك تبني نظام، هي إنك تربط العادة الجديدة بالحاجة اللي أنت بتعملها أصلًا، يعني مثلًا لو أنت بتشرب قهوة الصبح ممكن تقول لنفسك أنا بعد ما أشرب القهوة هاشتغل 10 دقايق على project مونتاج، لازم بعد ما أخلّص القهوة هاشتغل على 10 دقايق project مونتاج، هتلاقي نفسك اشتغلت عليها لإنك ربطتها بالقهوة، وهتلاقي كل يوم أنت القهوة بعدها مونتاج، ما ينفعش بعد القهوة ما أعملش الحاجة دي، عقلك محتاج مساحة عشان يبدع، لكن عصر السرعة بيحشر المعلومات في دماغك 24 ساعة. ممكن بقى تستخدم قاعدة ال30 دقيقة، يعني قبل ما تنام وأول ما تصحى ابعد الموبايل عنك أول 30 دقيقة من يومك، لأن ده الوقت يا إما بتبني فيه تركيزك يا إما بتعالج يومك، فما ينفعش تفصل عقلك في المرحلة دي. فممكن بقى أول ما تصحى أو قبل ما تنام تفعل وضع عدم الإزعاج اللي هو not disturb، اللي هو بلاش إن ما حدش يزعجك أو ما فيش رسايل تيجي لك، لأن ده هيساعدك جدًا لما تكون في وضع الdeep work الصبح بتذاكر حاجة أو بتشتغل على حاجة، ده هيساعدك جدًا إن ما ييجيلكش رسايل، وبالليل قبل ما تنام مش هيقعد ييجي لك رسايل وأنت بتنام، فهتقعد تفكر إيه اللي بعت لي رسالة، أنا مش هاكمل نوم، أنا هاشوف مين بعت لي وكده.
في عصر السرعة بنخاف نبدأ لأن الناس شايفة مثلا إن أول 10 محاولات مونتاج لو طلعوا وحشة دي حاجة سيئة، لكن الحل إنك تسيب لنفسك مساحة إنك تفشل وتطلع حاجة سيئة في الأول، وعرف نفسك إنك لو بدأت في الأول بحاجة وحشة أكيد في الآخر هتتحسن وهتبقى حاجة حلوة. وما تنساش done is better than perfect، إنك تنجز الحاجة أحسن من إنك تطلعها perfect. الخلاصة النجاح مش نجاح في يوم وليلة، لأ، انت محتاج سنين وشهور وأسابيع عشان توصل للنجاح اللي انت عايزه. فلازم تحتضن المسودة الأولى وتعرف إن لازم أول حاجة مش هتطلع حلوة، لازم الحاجة الأولى تطلع وحشة، بعد كده تبدأ تتحسن تتحسن تتحسن. يعني مثلا الشجرة بتبدأ تبقى صغيرة، تبدأ تكبر 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 تكبر. مش بتحط مثلا البذرة في الأرض تلاقي الشجرة طلعت كده، لا، انت بتلاقيها بتبدأ تكبر واحدة واحدة، كل شوية تسقيها تلاقيها بتكبر أكتر وأكتر. قبل ما ندخل على فقرة المقولة حبيت أرشح لك كتاب العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية لشين كوفي. هيساعدك جدا وساعدني جدا إني أبني عادات كويسة وأبني نظام وأبني حاجات حلوة، بيساعدك تفهم العلاقات وتفهم إزاي تبني عادات كويسة وإزاي توصل لهدفك حتى وأنت صغير. هيساعدك كتير وأعتقد هيساعدك جدا إنك توصل للهدف بتاعك وتبعد عن إن أنت تبقى خايف من المسودة الأولى. ولو عايز تشتريه تقدر تشتريه من اللينك اللي تحت بخصم 5% بالكود ده. يلا بينا على المقولة. ندخل على فقرة المقولة اللي هتكون المرة دي بالإنجليزي، ودي حاجة غير كل مرة، أول مرة نعمل المقولة بالإنجليزي، بس حسيت إن هي لو قلناها بالإنجليزي هتكون أفضل، هتكون بمعناها الصح، وإحنا نعربها بقى بالمصري بدل ما نقولها بالعربي الفصحى، إحنا نقولها بالإنجليزي هتبقى بمعناها الصحيح ونقولها بمعناها الصحيح. المقولة هتكون لجيمس كلير كاتب العادات الذرية وبيقول we don't raise the level of our goals, we fall to the level of our systems. يعني إحنا مش بنبقى في المكان اللي فيه أهدافنا، إحنا لازم عشان نوصل لأهدافنا لازم السيستم بتاعنا يبقى لازم ننزل لمستوى السيستم بتاعنا. وبرضه المقولة المعنى بتاعها الحرفي هو إن أنت مش بتبقى في مكان أهدافك لو السيستم بتاعك مش في مكان أهدافك، يعني أنت في مكان السيستم بتاعك، السيستم اللي أنت عايش عليه دلوقتي. لو ما عندكش سيستم كويس أنت عايش على السيستم بتاعك، مش تبقى عايش على مستوى أهدافك اللي هي فوق. يعني أنت لو السيستم بتاعك كده مش هتقدر تعيش في مستوى أهدافك اللي كده. لازم السيستم بتاعك يكون كويس وتكون ماشي على الصراط اللي هيوصلك في الآخر لهدفك. بس كان معاكم يوسف من كافي دوس، وما تنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.